اول ما بتسمع الاذان بتديها اكل، تديها اكل براحتك وبعد كده تخش تنام. جسمك مش مبسوط منك، صح؟ تعال اقول لك ليه. لان حضرتك بتكون صايم اكتر من 15 16 ساعه على حسب البلد اللي انت فيها، فبناء عليه جسمك بيكون خلاص يعني معده فاضيه والدنيا 100 فل و14. لما تسمع الاذان بتروح مال الدنيا دي كلها، فجسمك ما بيقدرش يهندل المعده بالشكل المظبوط، او المعده ما بتقدرش تهندل الاكل بالشكل المظبوط، فبيجي لك خمول ووخم وكسل ومغص ومشاكل في المعده والكلام ده كله. فالمفروض ان احنا اول ما نسمع الاذان ناخد حاجات خفيفه، زي مثلا ان احنا نبدا بالتمر والميه، وبعد كده نروح نصلي المغرب، نتوضى ونصلي ونجهز اكلنا، وبعد كده نبتدي ناكل، ونبتدي برضو بشويه بروتينات وشويه سلطات، ونهدي الدنيا شويه في النشويات، نقلل نشويات على قد ما نقدر. ايه ده؟ امال بقى كميه الاكل ده هاكلها امتى؟ ان شاء الله ان شاء الله كل بقى نشويات براحتك، بس بعد التراويح، لانك بعد المغرب لما هتاخد التمر باللبن وبعد كده او الميه، وبعد كده تاخد حته اللحمه بتاعتك او الفراخ مع شويه السلطه مع شويه رز صغيرين، انت كده جسمك هيعرف يهندل الكلام ده. فلما تيجي بعد العشاء وتقول يا اكل، جسمك مش هيقول لك اي حاجه، هياكل وهيبقى زي الفل. بس احسب سعراتك كويس عشان ما تتخنش، وكمان اعمل فولو لايك علشان تتابعنا في الفيديوهات اللي جايه اللي بنعمل فيها تريكات عن رمضان.